اهلا عاملة بيك ايه؟ يا خالد، عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله، انتي اخبارك ايه؟ انا الحمد لله زي الفل. تمام؟ جاهزة الحلقة حلوة؟ جاهزه. وهنعمل حاجات كتير، يلا بينا. ومن ضمنها هنطبخ يا جماعة النهاردة طبخة مختلفة جدا ووصفة عالمية مع الشيف نجلاء فتحي. ازيك يا شيف؟ الحمد لله تمام. إيه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كله حلو. حلو؟ الحمد لله. انا عايز اقول لك ان طبعا اسمك جميل جدا، ميرسي وكل والله. الناس اكيد بتقول لك نجلاء سينمائي. فتحي الفنانة، كتير. يعني صح؟ هي شبهي. قوي. وتحيه كبيره جدا طبعا للنجمه نجلاء فتحي اللي انا واحد من جمهورها العظيم جدا قمر. طبعا. وعلى طول بقى نسال يا نانسي الشيف النهارده محضره لنا ايه، بعد كده نخش في حلقتنا. محضره لنا ايه؟ النهارده شيش طاووق. اوعى. تمام. حلو. وشعريه حادقه بالزبيب. وشعريه حادقه بالزبيب. ده اختراع جديد. زي البسماتي كده، يعني هتكون من أيوة. تحت الشيش وتغيير بقى، يعني مش كل مره يبقى فيه رز لازم مع المشاوي، ماشي. فيبقى الموضوع مختلف النهارده شويه. يعني ما جربتهاش قبل كده الصراحه ولا فرصة. نانسي. فرصه فرصه تجربوا النهارده باذن عايزين الله. بقى نعرف هتبقى عامله ازاي، شاء الله. والوصفه دي بتاخد وقت قد ايه؟ لا سهله جدا وبسيطه جدا على فكره، وما بتاخدش اي وقت. طب ما تقولي لنا المقادير بتاعتها كده، وهي هتنزل برضو على الشاشه دلوقتي. الشيش طاووق هيكون اوراق. تمام. حلو. وطبعا لازم يكون فيها ثوم، زبادي، ملح، كاري، قرفه، فلفل اسود طبعا. تمام. حلو. ودي الحاجات الاساسيات مع الشيش طاووق، تمام. ونسيبها شويه وبنقطعها يعني مكعبات صغيره. تمام. لازم معاها طبعا فلفل الوان ومعاها بصل. تمام. ده كده الشيش خلص. حلو قوي. وبعدين سهل وبسيط. الشعريه تمام هتبقى شعريه عاديه جدا، بنحمرها عادي. تمام. وبعد كده بنحط ملح وفلفل اسود، وممكن نحط مكعب مرقه وميه وخلاص على كده. طيب يلا ابدأي واحنا معاكي. تمام. عشان تخش الفرن، علشان هنجيلك بقى وناكل كده ويكون الاكل استوى. يلا بينا. واحنا معاكي يعني مع إن شاء بعضينا. الله. احنا متحمسين جدا. إن جدا شاء جدا الله. جدا. يلا بينا. فدلوقتي بقى هنتعرف على من هي نانسي العشري. من البدايه خالص. يا ريت. يلا بينا. يلا. من البدايه خالص، هنقول الفكره جت منين. وانا صغيره زي اي طفله عاديه بحب اتفرج جدا على فوازير نيلي وشريهان. هاي. اقف قدام المرايه اقلدهم طب حافظه حاجه من ايام زمان بتاعت الفوازير، الاغاني بتاعتهم؟ حافظه علم ورق، حافظه كويس. لا هي مش اغاني، هي بتبقى استعراض، ما فيهاش اغاني قوي يعني. طب قبل ما نكمل احنا عايزين حته من الاستعراض. ادي الكاميرا بتاعتك اهي، ويلا بينا بقى ايه ده قوليلنا. لازم رقصه ولازم لا تدريب وانتي قاعده كده وحاجات يعني الاداء بالاغنيه حته كده صغيره. انا ممكن اقول حته زي اللي قالوها نيلي وشريهان في المسلسل بتاعهم دنيا سمير غانم. ماشي. سك 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 على الموضوع، لو قلت حاجتك كوع سك واوعك تعك ما تزكش، فكرك ممنوع تقول ناو سك على الموضوع. ودي 1 2 3 بقى. برافو والله، هايل. فاكره الفوازير دي يا شيف؟ فاكره طبعاً. الفوازير دي؟ طبعا كلنا كلنا أحلى متربيين فوازير. عليها اساسا. ده حقيقي احلى فوازير. وبعدين عارف بقى احساس ان انت وانت صغير كده دايما حاسس ان انت هتبقى حاجه وبتاع وهتبقى فنان. ايوه. فضل بقى يعني ملازمني لغايه اما ما شاء الله. كبرت شويه. رحت اشتركت في فرقه الموسيقى العربيه في دار الاوبرا المصريه مع هايل. المايسترو سليم سحاب. ما شاء الله. كورال الاطفال. اوه. غنيت فتره طبعا لغايه اما كبرت. حلو. وغنيت بقى على مسرح دار الاوبرا ومسرح جامعه احنا القاهره. هنسمع كمان غنى. لا ده زمان بقى لا يعني. عادي نسمع طقطوقه كده حته صغيره. لا انت عارف دايما الغنى بيبقى محتاج براكتس اكتر ايوه تمارين. فلازم تدرب نفسك دايما يعني. بالظبط. فغنيت فتره وبعدين اتجهت للتمثيل. حلو طول أوي. ما انا بغني دايما ناس تقول لي ايه، طب تعالي مثلي، أيوة. سيبك من الغنى وتعالي مثلي. ونفس اللي حصل معايا في الاعلان، طول ما انا اعلاميه تعالي مثلي. فهم الناس شايفه فيا حاجه انا مش شايفاها ولا ايه، مش حلو. عارفه. وهنعرض لك دلوقتي صورك مع الممثلين وحاجات من اعمالك برضه. اتفضلي. بس فبعدين وانا بغني كنت غنيت في مسرح البالون في فرقه انغام الشباب. وبعدين حصل ان هم كانوا بيعرضوا مسرحيه اسمها ليلى انس. حلو. اخراج الاستاذ عادل عبده. تمام.
وجت بطله المسرحيه اعتذرت. طب مين يا جماعه يقدر يغني ويمثل في نفس الوقت؟ مين حافظ اغاني سيد موهبه درويش؟ شامله، ده انت لهفه. مش قادره اقول لك يا فندم. أيوة. طب حلو. وبعدين قلت لهم انا حافظه اغاني سيد درويش اللي كانت في المسرحيه، كنت بحضر معاهم العرض يعني. قالوا هايل. لي طب تعالي، قلت لهم انا ما بعرفش امثل، انا مش بمثل خالص. لا لا تعالي هندربك وبسرعه وبتاع وكده. وفعلا كان اول حاجه ليا مثلتها بطوله مسرحيه. ما بطوله. شاء الله بطوله. طب ده هايل جدا بجد، برافو عليكي برافو عليكي. بس ده اللي حصل. وبعدين بقى بعد كده جالي بقى عروض مسلسلات. عملت مسلسل مع الفنان بدأنا نعرف بقى اعمالك. ده دكتور ايمن الشيوي. ايوه. حمزه العيالي. ايوه دي طبعا صور حلوه قوي. ده من اخر حاجه ده انت شغاله فيها؟ ده مسلسل الاصلي مع المخرج الفنان العظيم احمد حسن. ايوه. ده مع الاستاذ سامح حسين. برضو مسلسل الاصلي مع استاذ احمد بدير. عايزه اقول بس حاجه على استاذ احمد بدير. استاذ احمد بدير على الحقيقه دمه اخف بكتير من عالمي، التمثيل. هو نجم عالمي. رهيب ده حقيقي يعني. ده حقيقي. بس وبعدين ما شاء الله انت اشتغلتي برضو في الاعلام شويه حلوين. انا اشتغلت، انا بقى مثلت شويه يعني. أيوة. عملت كام مسلسل كده مع الحمد لله مخرجين عظماء زي الاستاذ محمد فاضل، استاذ سمير سيف، مجدي ابو عميره. عملت مع منال الصيفي فيلم بس كان مشهد صغير كده بس حلو، برافو عليك. وبعد كده حسيت ان يعني رغم الله يرحمه الفنان سمير غانم كان مؤمن جدا بموهبتي وقال لي لازم تكملي ولازم تمثلي وانا هقف جنبك. بس انا حسيت ان التمثيل بالنسبه لي، كنت صغيره بقى وكده. انت لسه صغيره يا نانسي. لا والله. ومعلومه يا جماعه، نانسي من اشطر الناس اللي موجوده في الورك شوب. لو انتم متابعين الفيديوز اللي بعملها على السوشيال ميديا، هي انا عرفتها من خلال كيو ستوديو في الورك شوب اللي فيها المخرج محمد حمائي، اللي طبعا ليه كل الشكر والتقدير. وبجد يعني من الناس اللي انا يعني سعدت جدا بلقائها والتعرف عليها من ضمن جروب جميل جدا جدا. وانت برضو تكلمينا عن تجربه الورك شوب عموما، لان انت ما شاء الله يعني على طول بتدرسي وبتشتغلي على نفسك وبتطوري من موهبتك، ودي حاجه حلوه جدا بجد. ما انا بعد ما سبت التمثيل فتره حسيت ان هو ايه، انا بقعد كتير قوي في التصوير وبتاع وكده. دخلت مجال الاعلام. حلو. خدت بقى دورات تدريبيه كتير جدا وجبت كمذيعه على ايدين عباقره زي. انا هختبرك في كل الكلام اللي انت بتقوليه. ارجوك. ماشي هنشوف. الله يرحمه محمود سلطان، استاذه سهير الاتربي، كانت يعني لجنه تحكيم قويه جدا. بس هل بتتقني اللغه العربيه؟ طبعا، ده انت لازم اختبار لغه عربيه، ده اساسي. ده حلو قوي. الاعلامي لازم كده. ما شاء الله تاريخ حلو ومشرف. ولسه كمان اللي جاي. ان شاء الله. فكده الجمهور عرفك واحنا عرفناكي، وما شاء الله خطيره يعني. كل الاعمال والحاجات كلها حلوه، ولسه اللي جاي طبعا. فهنطمن على الشيف كده، وصلنا لفين يا شيف؟ يلا بينا. لا الدنيا زي الفل. تمام. هتاكلوا احلى شيش طاووق بجد. عملتي وحطيتي السياخ والحاجات خلاص يعني بنسبه كبيره خلصت. الله على الفرن بقى. في سرعه فظيعه في طب ما هو لسه بقى مرحله السوا. ولسه ما عملتيش الشعريه. لا بس ادخل ده الفرن على طول، وبعد كده يعني هنشتغل في الشعريه. طب حلو قوي. عقبال ما انت بقى تعمليهم وتدخليهم الفرن، احنا هلاعبكم بقى لعبه نلعبها احنا الثلاثه كده مع بعض. يلا بينا. جاهزين؟ وهي لعبه فنيه، وان شاء الله هتنصفوني وهتعرفوا الناس اللي انا جايبها، لان انا اما ضيوفي بيجوا لي بيبقوا صغيرين قوي، جين زي 18 و19. فانا بجيب نجوم معديين انا بالنسبه لي بحبهم، سواء قدام او جداد او كده، فما بيعرفهمش بقى خالص. اوكي. فانا متوسم فيكم خير يا رب. يعني اتمنى، عشان اللي فيكم مش هيجاوب مش هيتحكم عليه. لا هياكل. طيب. بس هيتحكم عليه. اوكي. ودلوقتي اللعبه دي او الفقره دي بعنوان ايه؟ تعرفوا ولا اعرفك عليه؟ فاللعبه دي هيطلع هنا في الشاشه دي صور. الصور دي لنجوم كلنا بنحبهم ونعرفهم. عرفتوهم تمام، ما عرفتهمش هحاول اقرب المعلومه. مفيش بقى خالص، هيبقى في عقاب. اوكي. جاهزه؟ العقاب ايه بس الاول؟ هنشوف بقى. ربنا جاهزه يا شيف؟ جاهزه. يلا بينا. واول صوره سهل جدا. صلاح الشرنوبي طبعا. برافو.
طبعا ايه ده كان الموسيقار نفسي العظيم احكم صلاح عليكي بس الشرنوبي. برافو. عارفاه؟ طب يا شيف مين صلاح طبعاً. الشرنوبي؟ مين طبعاً. بقى صلاح الشرنوبي؟ اتفضلي قولي. ايه الاحراج ده؟ قولي بقى مين. ده ملحن. برافو. عاش يا شيف. شكرا يا جماعه. لا لا شكرا. لا نصفتوني. الصورة اللي بعدها صلاح ذو الفقار طبعا. يا جماعة هم دول الضيوف اللي انا العظيم. بحلم بيهم. هم دول الضيوف اللي بحلم بيهم. ما تحرجونيش. بجد اصل انا كمان يعني بحبه جدا أنا جدا بعشقه. جدا. السهل الممتنع. بالظبط، عارف والفترة أنت؟ اللي اتجوز فيها شادية عملوا مجموعة افلام يعني. ولما كبر، لما عمل مسلسلات لما كبر كمان كان رائع. سهل لا وممتنع. بس اصل انا يعني شادية بالنسبة لي دي اعظم فنانة أسطورة. الصراحة. أسطورة. فكمان افلامه معاها كانت حلوه جدا لانها متنوعه. يعني مثلا اللي هو عفريت مراتي كوميدي بحت. واما كان متجوزها مراتي مدير عام كوميدي برضو. واما عملوا تراجيدي لما كانت هو اتجوز واحده تانية وخلف. لا يعني مجموعه افلام رهيبه. والصوره اللي بعدها حسين الامام طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا. برافو. عارفاها يا شيف ولا انت بتقولي الله يرحمه؟ ايه ده؟ خلاص بجد؟ طبعا. ماشي. على فكره ده ممثل وكمان كان بيغني وبيلحن. ده حقيقي. تحرجنيش أخوه هو وبيذيع اللي بيلحن. وبيعمل مودي الإمام مودي أخوه. الامام بس هو كان بيغني برضه. هو برضه كان ليه بيغني. ليه في هو الغنى مش كده. هحكم عليكي بقى ولا وجوز إيه؟ الفنانه سحر رامي. ايوه بالظبط. ايوه صح. الصوره اللي بعدها يا جماعه نجمه ابراهيم. ده انا قلت مش هتعرفيها. قلت مش أيوة هتعرفها عليك. والله. كانت طالعه بصي شريره على طول. ايه كانت طالعه شريره على طول. على طول. بس ده برضه راية. رهيبه رايه وسكينه. ده ايوه احنا بس هي هنريحوه. برافو عليكي. برافو نظرتها عليكي. كده مرعبه يعني. ايوه. طب بصي انت قديرة. طلعتي شاطره قوي فما كنتش متوقع كده فانا لازم احكم عليكي. برضو. معلش. فهم 3 احكام سهلين جدا. مم. 3. اول حكم عايزك تعمليه مذيعه بتقول النشره الجويه. ايه الجويه؟ اه اشمعنى الجويه؟ عشان فيها العظمى والصغرى واداء ولغه عربيه وحركات وتفاصيل وكده. فعايزين اختبار اذاعي قوي. في اختيارات في الاحكام ولا؟ ما هو لا انا هحكم كل الاحكام مفيش اختيارات هتعملي. انا على فكره شاطره وجاوبت صح على ايوه فكره. ايوه بس معلش. طب اعملي لنا مذيعه اي نوع انت عايزاه يعني مقدمه برامج. اوكي. يلا كاميرتك اهي. بص هنا. يلا بينا. اتكلم مثلا عن البرنامج بتاعي. براحتك يعني قدمي يلا. انت دلوقتي مذيعه. اوكي. ابهرينا وانا والشيف هنقيم. يلا انت بينا. دلوقتي في ذا مذيعه. اتفضلي. مساء الخير عليكم. النهارده معاكم حلقه جديده من برنامجكم قعده كنبه. النهارده هنتكلم عن اغرب الحضارات النهارده هنتكلم عن اغرب الحضارات المنسيه. احنا في حضارات كتير جدا ما نسمعش عنها ولا نعرف عنها حاجه، زي حضاره المايا وحضاره الاردن المنسيه. حضارات كتير. النهارده هنتكلم وتعالوا تابعونا عشان نشوف ايه اغرب الحضارات المنسيه. حلو برافو. ايه رايك يا شيف؟ تنفع؟ هايله. تنفع. بجد؟ تنفع ونص طبعا. ماشي. يلا بقى دلوقتي الحكم التاني عايز انك تغني لنا حاجه قديمه. يا نهار ابيض. معلش ادينا بنختبرك عشان الجمهور. اوكي. يلا. ممكن اغني حاجه صغيره كده لفايزه احمد، بس يعني انا مش مطربه يا جماعه، والمطرب دايما بيحتاج ان هو يعمل براكتس، فانا بقالي كتير قوي ما غنيتش. ماشي براحتك. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه واداري عليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه اخبي الحكايه واداري عليه. موصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحبه اللي خدني من أهلي وصحابي. وإزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري وأتشوق إليه. إزاي بس أداري وإزاي يبقى جاري وأتشوق إليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه ليه يا قلبي ليه. اوه برافو والله.
لا ده انت طلعتي لهفه بجد. محتاجة والله ترتيب حلو بس جدا. شوية. طلعتي لهفه بجد والله، واداء مبهر يعني حقيقي. لا برافو. ايه يا نانسي، ده احنا ما شفناش الحاجات دي في الورشه. ما هو ما كانش في وقت. كنا بنذاكر ونحفظ ونحفظ ونذاكر. ايوه لا لا برافو برافو. يعني نطمن على الشيش طاووق بقى. يلا بينا بقى، انا يا شيف بدات إحنا اشم جوعنا. ريحه. لوحه فنيه. عايزين يعني نشوف، ورونا كده يا جماعه. تمام. طب ايه يعني بقى مش مرحله عارفة. الفرن؟ اه خدي بالك ده احنا عايزين ن- اه ماشي. فعايزين يا شيف بقى نشوف بقى كده اهو، باين دلوقتي شكله. خلصتي كده، انت عملتي بقى كل المراحل. مهم. هيخش الفرن. هيقعد قد ايه ندخله في الفرن طيب؟ بالظبط. سؤال تقريبا حلو. نص ساعه. ساعه؟ نص ساعه. نص أوكي. ساعه؟ مم. لا احنا عايزين وقت اقل من كده. الحراره شغاله كويس؟ اه متاكده؟ ماشي. وبندخله الفرن بقى ونسيبه شويه حلوين. تمام. بعد كده بنعمل الشعريه. الشعريه تعمليش سهلة بقى جداً. الشعريه، استني. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ ناخد فاصل. بالظبط كده، شاطره طلعت شاطره. بس اللي هيعمل الفاصل نانسي، طلعينا فاصل علشان نرجع في المطبخ ونعمل الشعريه كلنا سوا.